السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من الطقوس الغلط عندنا في الزواجات. الحين رجال متزوج ومسوي برنامج شهر عسل في زرامسي، تجي تهديه قعود وش يسوي فيه؟ القعود هذا قيمته 6000، عطى 6000 كاش انفع له يا اخوي. وهذا الحين رجال معرس جاي قعود 2 3 4 5 6 7 8 9 قعدان، قل 10 من 6 ب60,000. لو عطوه 60,000 يسدد قرضه اللي عليها بركله من هالقعدان اللي يبلشبه هو واخوانه بكره. الرجال بيعرس الليله وبيلقط امرته بعباتها ولا عاد بشايف هالقعدان، وبيبلشون اخوانه يودونها السوق بكره، ثم يجون ناس ثانيين يشترونها يودونها لواحد معرس، وهالقعدان يوم بقصر افراح ويوم بالسوق، يوم بقصر افراح ويوم بالسوق. امحق عيشه. المشكله منطقيا الناس كانت تهدي بعارين وحلال وغنم بالزواجات على اساس ان يستفيدون منها ويحطونها بالعرس. اليوم العشاء اصلا بوفيه مفتوح، فما في افضل من الهديه كاش. عطى كاش ولا عطى قلم ولا ساعة ولا برنامج سياحي، خلي الرجال يزبط الأمور ويستانس. ما يبقى هذه الرجال مجتهد وشاري لك قعود طيب ب6 ولا ب7، يجون اخوانك بكره بيشون فيه يودونها السوق عند الشريطية يكسرون مجاديفهم ويشيلون منهم ب3، يعني 50% ضاعت بالهواء كذا. ليه يا اخي؟ عطى كاش من بدري واختصر الموضوع. ترى والله يا اخوان يمكن الكلام هذا يزعل ناس واجد، لكن والله هو الصح وكلام منطقي. ولا تجي تهدي المعرس سيف، ما عاد في حروب، وش يستفيد من السيف ذا؟ يبلش هو ومرته، تبي يدخل على مرته بسيف؟ حاطه شيء يستفيد من السيف ما له فايده.